واحد النهار خرج السبع والديب والثعلب يصيدوا، وجاب الله تيسير وما يصيدوا بقرة وغزالة وقنية. السبع شاف الديب وقال لي كيفاش غادي نقسموا هذا الخير بيناتنا حنا بثلاثة. الديب هو يجاوب بواحد النية ناقصة، قال لي شوف يا مالك الغابة، قال لي القسمة خاص تكون على حساب الحجم، انت كبير البقرة ديالك والثعلب صغير قنية ديالو، وانا متوسط زعما مويان الغزالة ديالي. السبع تعصب وما عجبوش الحال، هو يسلخ الديب بواحد الصرفيقة طيرت لي عينه. السبع دار عن الثعلب وقال ليه وانت يا فكرون زمانك شنو بالك في القسمة؟ الثعلب قرا القصة ديال اللي في عين الديب، هو يجاوبه بالزربة، قال لي يا مولاي، قال لي انت سيدنا وتاج رأسنا، قال لي القسمة باينة ومصوبة، قال لي القنية فطورك والبقرة غداك والغزالة تعشى بيها بالصحة والراحة. السبع عجبو الحال وتبسم وقال لي تبارك الله عليك، قال لي هذه هي القسمة ولا بلاش؟ قال لي ومنين تعلمت هذه الحكمة كاملة؟ جاوبو الثعلب هو كيشوف صاحبه، قال لي تعلمتها من العين اللي طارت للديب.